السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إصابة 102 مواطن بفيروس كورونا اليوم. افتتاح ورشة عمل للحفاظ على الموروثات الثقافية في الإقليم الأوسط. فرع التعليم في إقليم القشبركة يبحث وتساعد في تحسين مستوى الطلاب. أمريكا تسعى لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب الصواريخ. روسيا تهدد بالحلول العسكرية إن فشل المسار السياسي. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوب وشمال البحر الأحمر قد أظهرت إصابة 202 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 94 إصابة في الإقليم الأوسط، 11 منها في مركز العزل و83 في مراكز الفحص، وهي في طرابلو وبشاول وقدايف ووسط المدينة وقحوطة وبريخ وعدها كفة ومعسكر دندن وعد حوشة وزقب. ومصابون قادمون من مصوع وقندع وكعاتيت ومندفر ودكم حري وكرن، وأربع إصابات في آخرية وقجرت وبراديزو وسجنيتي ومصوع وحرقيقو، و12 إصابة في إقليم عسبة، 3 في مركز العزل في كرن و5 في دباروا ومندفرة في الإقليم الجنوبي، و3 إصابات في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 48 مريض كورونا، 45 من الإقليم الأوسط و3 من الإقليم الجنوبي، وتوفي مريض كورونا يبلغ من العمر 84 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8755، شفي منه 8164، وتوفي 85 مريض، فيما يزال 506 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 13 من يناير لعام 2022. افتتحت يوم 13 من يناير ورشة عمل في أسمرة عن إدارة الحفاظ على الموروثات الثقافية في الإقليم الأوسط، نظمه قسم الثقافة والرياضة في الإقليم. وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اندرياس أسمرون في افتتاح الورشة في قاعة إدارة الإقليم أن الهدف من ورشة العمل التي تستمر ليومين استكشاف الآثار والموروثات الثقافية والحفاظ عليها بجهود منسقة لنقلها للأجيال، وتنظيم برنامج ترتقي بوعي المجتمع وقيام المواطنين بدور رائد لحماية الموروثات الثقافية. وقدمت في اليوم الأول لورشة العمل أوراق عمل حول الثقافة وأهميتها والحفاظ عليها والموروثات الثقافية غير المادية والحفاظ عليها، ومعاهدة منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو لعام 2003 وتطبيقها في إريتريا، ودور الشعر الشفهي للتقريب في المجتمع. وستقدم يوم غد في الورشة أوراق عمل حول وثائق التراث الإريتري والتراث العالمي لأسمرة وإدارة وقيام الموروثات الثقافية وأهمية الثقافة المؤسسية. يشارك في ورشة العمل خبراء التراث ومعماريين وفنانين وخبراء لغة وأعضاء وزارة السياحة والإدارات وغيرها من الجهات المختصة. نظم الإريتريون المقيمون في مختلف مدن سويسرا سيمينارا في إطار التعبئة مرحلة ضرورية ركزت حول برامج التصدي ودور المواطنين. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا السيد آدم عثمان توضيحا مفصلا فيما يتعلق بالتحديات والعدائيات التي كانت تواجه إريتريا منذ الأزل، مشيرا إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه العدائيات. وقال السيد آدم أننا وصلنا إلى مرحلة تتطلب بقوة التصدي الشعبي القوي الذي يعد سر الانتصارات التاريخية الكبيرة، مناشدا لتمتين روح النضال اليوم أيضا كالأمس لبلوغ أهداف التنمية المباشرة في ذروتها. وأشار السيد قبره والتسفاي مسؤول الشؤون الجماهيرية والأهلية أن التنظيم القوي هو أحد القيم الوطنية المميزة للشعب الإريتري، مشددا على تعزيز مساهمة المواطنين لمزيد من تقويته.
وذكر السيد قبري هوت أن التأطير محاط بالتحديات والفرص، موضحا العمل بقوة لتمتين الأنشطة التنظيمية بموجب متطلبات الأوضاع. وأكد المواطنون في مدينة أورنا الوقوف إلى جانب شعبهم ووطنهم وإكمال ما تطلبه المرحلة الراهنة، وقد تبرعوا في المناسبة ب52,000 دولار لتقوية برامج التصدي. بحث فرع التعليم في إقليم القشبركة في الاجتماع المنعقد في 4 يناير التقييم امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية، بحث الجهود التي يمكن أن تبذل وأساليب تساعد في تحسين مستوى الطلاب ونتائجهم. وقدمت الأستاذة ثلاث اسملاش مسؤولة متابعة الامتحانات الوطنية للشهادة المتوسطة تقريرا مفصلا أوضحت فيه نجاح 52.8% من أصل 8466 طالب شاركوا في امتحان العام الدراسي 2020-2021، داعية لاتباع سبل تساعد في رفع مستوى الطلاب وتضييق الفجوة بين المدارس. من جهته دعا مسؤول الامتحان الوطني في وزارة التعليم الأستاذ هبتي أسفها لمنح اهتمام أكبر لتنفيذ سبل تساهم في تحسين مستوى الطلاب على مستوى الإقليم، مناشدا الآباء لمتابعة أبنائهم جيدا والعمل لنماء العملية التعليمية. بدوره أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ محمد علي إبراهيم أن النتائج المحققة في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية انعكاس المساهمة والجهود المبذولة من المجتمع والطلاب والمعلمين، ويجب استمرارية الجهود المنسقة لمزيد من الفعالية. وفي كلمة ألقاها حاكم الإقليم السفير محمود علي حوري ذكر فيها إكمال النواقص والقصور التي تؤدي إلى إعاقة العملية التعليمية والحد من مقاطعة طلاب مائدة التعليم، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الطلابية، داعيا لتعزيز دور الجهات الحكومية والمجتمع المدني. من جهتهم قدم المشاركون آراء وتوصيات من ضمنها دراسة نقاط الضعف الطلابية في مجالات تعليمية محددة، وإيجاد حلول لها، وتقوية أعمال المشرفين، ومضاعفة علاقة الطلاب والمعلمين، والدفع بالأساليب المساعدة لرفع مستوى الطلاب. في الختام تم التعرف على برامج وأساليب فاعلة تساعد في رفع كفاءة التعليم ونتائج الطلاب. حققت أنشطة التشجير التي يقوم بها الطلاب في مدارسهم نتائج جيدة في مديرية أغردات. وأوضح المعلمون والطلاب نمو عدد كبير من الأشجار المزروعة في المدارس نتيجة الرعاية والمتابعة، وتؤثر إيجابيا على العملية التعليمية. وقد تم زرع أكثر من 3000 شجرة في كل من مدرستي بركة الابتدائية وأغردات المتوسطة بتعاون الطلاب وخبراء الزراعة. وذكر الطلاب أن التشجير الذي يقومون به بالعمل الصيفي الطلابي والنفير المنظم في فترات مختلفة جعل مدارسهم تخضر وتتزين ويستفيدون من ظلالها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقترح على شركائها 14 في مجلس الأمن الدولي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بعدما أطلقت بيونغ يانغ مؤخرا صواريخ بلاستية في تجارب تنتهك القرارات الأممية الصادرة بحقها. وقالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 6 صواريخ بلاستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وعلى غرار سائر اللجان العقوبات الأممية، فإن لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكون من ممثلين عن الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن، وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع. غير أن المحللين يشيرون إلى صعوبة الحصول على هذا الإجماع الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون شرطي العالم. ويأتي هذا المسعى الأمريكي قضاء إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخ فرد صوتي في ثالث تجربة من نوعها منذ سبتمبر.
نقلت وكالة أنترفاكس للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غوريشكو قال أن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحديد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك. جاءت تصريحات غوريشكو بعد محادثات في بروكسل بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي بشأن مطالب موسكو الأمنية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عنه قوله أن موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة يمكن أن تتخذها في حالة فشل المسار السياسي. وأضاف غريشكو أن الوضع خطير للغاية لكن لم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجانبين لإحراز تقدم. وقال أن موسكو تريد ردودا مكتوبة من حلف شمال الأطلسي بشأن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية الشاملة ومعرفة كيف سينفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها. اندلع حريق هائل بخط الغاز قرب مدينة برشلونة في ولاية إنغوتالي الفنزويلية بعد أن باع عن وقوع انفجار قوي. وأظهر فيديو نشرته روسيا اليوم هروع طواقم الأطفال لإخماد الحريق. وقالت السلطات أن 3 أشخاص أصيبوا في الحادث حسب وكالة أسوشيتد بريس. وأظهر فيديو نشرته هروع طواقم الإطفاء لإخماد الحريق. ثار أعلى بركان جبلي في جزر غالاباغوس في الإكوادور وأطلق سحاب الرماد فوق المحيط الهادي. وقال المعهد الجيوفيزيائي في البلاد أن الثوران مستمر. وقال المعهد الجيوفيزيائي في بيان إن أعلى جبل في جزر غالاباغوس ينفجر ويطلق حمما ورمادا فوق المحيط الهادي. وأوضح أن بركانا وولوف أرسل سحابهم من الحمم البركانية الرمادية إلى ارتفاع 3793 متر في السماء. وأظهر صور حكومية شعاعا من الضوء يخرج من الجبل باتجاه نحو السماء. وتم إجلاس 8 أشخاص من المنطقة كإجراء احترازي، كانوا جميعا من حراس الحدائق الوطنية والعلماء المنخرطين في عمل ميداني يركز على زواحف الأجوان الوردية النادرة المتواجدة على منحدرات البركان. تذكير بأهم العناوين. إصابة 102 مواطن بفيروس كورونا اليوم. افتتاح ورشة عمل للحفاظ على الموروثات الثقافية في الإقليم الأوسط. فرع التعليم في إقليم القاشبركة يبحث بالتساعد في تحسين مستوى الطلاب. أمريكا تسعى لفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب الصواريخ. روسيا تهدد بالحلول العسكرية إن فشل المسار السياسي. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا. انتهت النشرة، إلى اللقاء.